اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل الزيتون العزيزي والزيتون التفاحي. انا دمجتهم في فيديو واحد لان الموضوع مش محتاج مط وتطويل والكلام ده، كده كده هيتعملوا في نفس الوقت. فليه نعمل لهم بقى حوارين؟ عشان الناس اللي ناويه تعمل اعملي كميه صغيره، مش لازم تعملي كميه كبيره من نفسك، يبقى عندك حاجه نظيفه ومعموله في البيت. لان الاسعار السنه دي بصوا حاجه صعبه قوي. السنه اللي فاتت كان ب40 و45، السنه دي ب70 و75، فالارقام غريبه. من اول الشهر كان الزيتون ب85. جبت كيلو ونص ليمون، الليمون ب10 جنيه. تمام. جبت برطمانات ازاز. جبت الفلفل الحامي ده الراجل اداهولي على 30 الكيلو، جبت نص كيلو. قلت له انا عايزاه حراق، يعني عشان ايه؟ عشان خاطر بيخلي المخلل حلو يعني. جبت الزيتون ده العزيزي وده التفاح. هنفتح ونشوف بقى ايه الفرق كده شكلهم ايه. ده تفاح شامي يا جماعه. ادعوا لي يا جماعه دعوه كده بظهر الغيب، انا ضغطي عالي لي 3 ايام، مش بينزل خالص. ف دعوه 40 شخص يعني بتخلي الواحد يبقى كويس، بيخف وكده. فادعوا لي كده وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم جميعا. المهم جبت بقى ده كيلو زيتون وده كيلو زيتون. انا جبت 2 كيلو وكيلو، واحط عليهم كيلو ليمون، هيبقى مخلل حلو يعني. الى حد ما هيبقى يعني كميه تقضي ان شاء الله بركه ربنا يعني. ده الزيتون ده العزيزي وده التفاح الشامي. طبعا هنجيب ميه هنحطهم فيها من غير ما نعمل فيه اي حاجه، ولا نشق ولا نعمل اي حاجه عشان ما يسودش او يعمل. الكلام ده كان بالليل، انا نقعته لتاني يوم الصبح. خلاص. الزيتون بيبقى فيه مرارة كتير، فاحنا هننقعه مش كتير يعني. احنا برضو مش هننقع زي زمان كانوا بيقعدوا ينقعوا فيه يومين 3. لا، احنا هو ليلة بس وخلاص على كده. فهنا كده حطيت عليهم المية، غسلتهم كويس، حطيت عليهم المية. طبعا خلي بالك اشتغلي بقى بالجلافز عشان الزيتون بيسود الايد خالص. نقعتهم وركنتهم، ده شكلهم كده وهم منقوعين. وبعد جبت جزر وقلت بقى اشتغل. ده كان الصبح. كنت غيرت عليهم المية ايه مرتين 3 كده، كل اللي يدخل المطبخ يغير المية عليه، عشان كل ما تغيري المية كل مرة ما هتطلع منه. تمام. جبنا نص كيلو جزر. الجزر اليومين دول ابني جابولي على 30 جنيه الكيلو، زي الفلفل كده. ده الزيتون التفاحي. الزيتون التفاحي بتديله شقة كده بالسكينة، بس يعني مش زي العزيزي. يعني انت تشوفوا انا هعمل الكمية كلها دلوقتي، ان انا هشق كل الكمية بالسكينة كده واحدة واحدة، ونحطه في مية تاني عشان ايه؟ لحد ما نيجي نشتغل عشان ما يسودش. يعني انت ما تحطيه في ميه كده الحروف بتاعته الشق ده ما يسودش، فانت لازم تحطيه في ميه لحد ما تجهزي حاجتك كلها. فهنا كده دي اول حاجه عملتها الزيتون التفاحي. اعمل بقى الزيتون العزيزي. جبت الميه بتاعتي وهجيب الزيتون وهنشتغل فيه. طبعا ده هيحتاج بقى بلانش عشان احنا هندقه. هتدقيه بايدك زي ما انا بعمل كده، هتدقيه بايد الهون، مش هيقول لا. طب يا جماعه رجعت لكم بقى بعد ما خلصت المكالمه بتاعتي، خدت وقت كتير، انا نسيت انا كنت بقول لكم ايه. المهم ان احنا هندوس على الزيتون العزيزي ده، هنشقها كده بايدينا، يا اما يعني بالضغط كده عليها، يا اما هتجيبي ايد الهون وتضغطي كده ضغط عليها بايد الهون. المهم ان انت تعملي فيها فتح كده علشان خاطر تستوي. تحطيه في ميه عشان ما يسودش، يعني نفس اللي عملناه في التفاحي هنعمله في الزيتون العزيزي. احنا بنضغط عليه. انا اخلص بقى الكميه بتاعتي دي وارجع لكم. هنا كنت خلصت خلاص. هنا اهو. طبعا قلت لكم لابسه الجلافز عشان هو بيسود الايد جدا. يعني انا امبارح غسلته بس كده بايدي، ايدي اتبهدلت ان انا شطفته ونقعته في ميه. فجبت بقى بعد كده الحله بتاعتي، شغلت الكاتل عشان عايزه ميه مغليه. وابتديت نص كيلو ليمون. طبعا نقيت الليمون اللي مش حلو في الليمون، يعني تحسيها طريه من الجنب، اللي تحسيها يعني نقطت الليمون، طلعت اللي مش حلو قوي. والاخضر جامد قلت احطه ايه اسلقه عشان انا عايزه ميه السلق دي. قطعته 4/4، احط عليه الميه المغليه واحطه على البوتاجاز واسيبه بقى ياخد يدي مع نفسه كده لحد ما يقصر يعني. يعني الليمون ده يتهري من الاخر، يبقى عامل زي الزبده كده. بعد كده هنجيب بقى الفلفل وننضفه. خلاص. فانا هجيب النص كيلو فلفل وابتدي اشيل العنق بتاعه ده. انا مش هفتح الفلفل ولا هعمل فيه اي حاجه عشان ما يتهريش. تفضل الفلفلايه الاخر واحده بتطلعها من البرطمان، بتقرش معاكي وحلوه يعني طعمها حلو وكده. بصوا هنضف بقى الكميه بتاعتي دي كلها. طبعا ما كانش معايا حد في البيت علشان خاطر يعمل لي يقفل لي ويفتح لي التصوير وكده.
غير طبعا ان احنا عندنا الفلفلايه اللي زي كده اللي هي البايظه دي لا ما نحطهاش، بنركنها على جنب. لازم الفلفلايه تبقى صاحيه كده ومصحصحه وطازه يعني صبحه، مش دبلانه، مش فيها شرخ، مش فيها شق، مش فيها اي حاجه، لا عشان ما تبقاش معطوبه وتبوظ لك المخلل بتاعك. يعني ما تبوظيش الطبخه على بجنيه ملح يعني من الاخر. هنا كده كنت غسلت الفلفل بتاعي ده نص كيلو، نضيف وجميل. جبت برضو ايه الليمون، ده كيلو الليمون، احط عليه كاتل ميه مغليه واحطه على البوتاجاز وهسيبه يغلي كده مع نفسه شويه، تقريبا حوالي 7-8 دقايق، احسبيهم بالساعه، ما تزيديش عن 10 دقايق عشان ما يتهريش منك. بشرنا جزر، ده للزيتون العزيزي. خلاص احنا دلوقتي هنعمل الزيتون العزيزي. احنا بنسلق الليمون على البوتاجاز، وفي نفس الوقت بنسلق الجزر مع هريسه الشطه. حطيت معلقتين هريسه شطه وشويه حبه البركه، قد معلقتين 3 كبار كده، مع نص كيلو جزر. ندعك ده كله مع بعضه ونشوف بقى الخطوات. يعني انا معاكم اهو، هنروح من بعض فين. المهم لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش اشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو. المخلل ده بيقعد عندك من السنه للسنه. انا هنا لبست الجلافز عشان خاطر ايدي والشطه والزيتون اللي هيتمسك والكلام ده، ان الشطه بتبقى حراقه جدا. هرسه الشطه دي انا هعملها لكم في مره في فيديو، جميله جدا جدا جدا، بتقعد عندي سنه مظبوط في الفريزر، ولا بتميط ولا بتبوظ ولا اي حاجه، بطلع منها واستخدمها في الطبيخ في اي وصفات بعملها. المهم ان انا هقلب الزيتون مع الجزر تقليبه محترمه، تقلبيه كويس جدا، وتخليه كل الجزر كده، الزيتون يبقى متغلف بجزر، بحبه البركه، بالحاجات اللي زي كده. بعد كده نجيب البرطمان اللي احنا هنستخدمه. طبعا جبت البرطمان الازاز، حطيت ابتدي احط بقى فيه الزيتون كده ايه بالتبادل. طبعا لو البرطمان بتاعك كبير هتعملي اللي انا بعمله ده، لو البرطمان بقى مش هيشيله صغير شويه يعني مش قد الكميه، انت هتحطي زيتون بس وتحطي كام قرن فلفل. لان انا فضيت البرطمان ده ورجعت مليته تاني، يعني بعد ما عملت خلاص لقيت فاضي شويه زيتون مش عارفه اوديهم فين، فاضطريت افضي البرطمان واعمل يعني اعبيه من اول وجديد. كده بقى انا برص ايه طبقه زيتون وطبقه فلفل. ده لو انت هتعملي في برطمان كبير، بما ان لقيت الكميه البرطمان بتاعي مش هيشيل ده كله، يعني انا كنت عامله حسابي انه هيشيل مثلا زيتون ويشيل معاه ربع كيلو فلفل، لقيت انه لا، ففضيته وعبيته من اول وجديد، عبيته كله زيتون وحطيت 4-5 قرون فلفل بس في الجناب كده. هتشوفوا شكل البرطمان بقى في الاخر بعد ما يخلص يعني. المهم يا جماعه ان الزيتون ده انا بطلع منه واقطعه، يعني اطلع منه البذر واقطعه واحطه على البيتزا، بيبقى تحفه بجد، بيبقى وهم جميل جدا طعمه والمزازه بتاعته مع الحرقان بتاع الشطه اللي احنا حطينا فريسه الشطه مع كام قرن فلفل اللي احنا بنحطهم، بيبقى جميل قوي 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 يعني من الاخر. المهم ان احنا بوريكم ان انا بضغط على البرطمان جامد، يعني الزيتون بالذات لازم تكبسيه على قد ما تقدري. الزيتون العزيزي تكبسيه كبسه كده في البرطمان علشان خاطر ينزل سوائله وينزل الحاجات اللي فيه والمرار اللي فيه وكل حاجه. هنا كده ده شكل البرطمان، نركنه بقى على جنب عشان هنعمل ايه البرطمان التاني، او يعني الوصفه التانية اللي هو التفاحي بقى. بصوا يا جماعه ده شكل البرطمان اهو، انا فضيته وعبيته بقى فيه ايه قرن فلفل في كل جنب وخلاص على كده. انا ما بيحللهمش كلامي غير وانا بعمل مونتاج، تلاقي بقى ايه التليفون رسايل ومكالمات وكل حاجه. حط طبقه زيتون، ده الليمون المسلوق، وحط طبقه ايه ليمون وفلفل والكلام ده، طبقه يعني شكلي بقى طبقه طبقه طبقه. حطينا شويه فلفل محترمين، عندي ناس بتحب الفلفل، يعني الفلفل الحراق ده كتير. بعد كده احط طبقه ليمون حلوه، وبعد كده احط ايه زيتون تاني. طبعا لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا اكتبوا لي كومنت كده قولوا ايه رايكم في الوصفه دي، وهتعملوا مخلل ولا لا السنه دي. انا طبعا ببدل بقى، احط فلفل بعد كده وبعد كده احط ليمون تاني. بصوا ده ما بيحتاجش يتكبس، الزيتون العزيزي بنكبسه كبسه جامده قوي. واكتبي في ورقه الطريقه بتاعتك اللي انت بتعمليها، يعني الوصفه اللي انت بتعمليها. انا الوصفه دي ماشيه عليها ليا سنين، يعني مثلا ليا مثلا 5-6 سنين بعمل الزيتون، يمكن اكتر بالطريقه دي. والليمون المسلوق لا 5-6 سنين ايه ده، اللهم صل على سيدنا محمد، من 2015 وانا بعمل الحاجات دي.
يعني بعمل بالطريقه دي، كنت بعمل بطريقه تانية، وكنت بقعد انقع الزيتون كذا يوم، وكان في واحده قايله لي حطي عليه كلور، ويا لهوي بلاوي كده، بلاوي يعني. طبعا كنت بخاف اعمل كده، بس كنت بنقعه كتير يعني زي ما بتقولي، بس ما بحطش الكلور اللي هي بتقولي عليه. خلاص قعدت كنت احط فيه توم ومش عارفه ايه، كل شيخ له طريقه، بس الطريقه دي بجد ممتازه ممتازه. المخلل بتاعك بيطلع هو مخلل، طعم المخلل بس، مفيهوش بقى ولا نكهه توم ولا مش عارفه طعم ايه ولا طعم ايه. ده شكل البرطمان متمكس كده، طبقه زيتون فلفل ليمون، حاجه كده عظمه يعني. بعد كده بقى هنجيب بقى السلطانيه اللي احنا هنعمل فيها الميه اللي بملح. ده الليمون اللي انا سلقته في اول الفيديو، نص كيلو ليمون مسكته سلقته بقى عامل زي، بصوا عامل زي الزبده. بنتي شايلاه المسوا عشان ايه؟ السلطانيه دي كبيره اللي انا بصفي فيها، ولازم اعمل في حاجه واسعه عشان احط فيها الحياء بتاعي. طبعا المخلل بعد اسبوع او 5 ايام هتبتدي تفضي منه شويه ميه وتدوقيها. لقيتي فيه مراره هتبتدي ايه؟ تغيري الميه. ما لقيتيش فيه مراره او عادب مثلا تزودي ملح. حادق هتزودي ميه، تكوني مخليها من ميه سليق الليمون. المهم ان انت ايه؟ تظبطي الدنيا. هنا حطيت الليمون المسلوق اللي انا مصفياه، وحطيت كمان عليه ايه؟ شويه ميه اللي هي اللي انا سلقت فيها الليمون اللي حطيته في المخلل. يعني الخلطه دي هتسقي منها النوعين المخلل. وجبت ميه من الحنفيه حطيتها عليهم. خلاص، فانا كده حطيت ميه سليق الليمون الليمون اتهرى فيها دي، اللي هي نص كيلو ليمون. وحطيت ميه من سلق الليمون اللي انا ايه؟ خللته، الليمون السليم، الميه اللي اتسلق فيها حطيت منه، وحطيت عليهم كيس ملح، وحطيت شويه ميه من التانية العاديه، وابتدي اقلبهم واحط عليهم كوبايه خل، يعني فنجان خل. خلاص، ما تخافيش الخل مش هيهريه ولا حاجه، بس لو قللتي ملح الليمون بتاعك هيبوظ، ولو زودتي ملح برضو يعني الخل بتاعك هيبوظ. زاد او قل غلط، فلازم تكون معتدل. في ناس بتجرب طريقه البيضه، ودي ممكن تشوفوها على النت عادي، بس انا خلاص يعني بالاحساس كده. يعني مثلا كل لتر ميه بياخد حوالي 6 معالق ملح، فانتي تكوني عارفه حاجه زي كده. كل لتر ميه هتحطي له 6 معالق ملح، هيظبط معاكي ويبقى جميل جدا. الخلطه بتاعتي قلبتها وكل حاجه. هحط بقى معلقه هريسه شطه على وش البرطمان ده. التاني لا، عشان التاني طبعا في هريسه شطه كده كده، احنا حاطين شويه كتار. نقلب بقى الحاجه بتاعتنا ونبتدي بقى ايه؟ نسقي البرطمانات. يعني قلبت الخلطه بتاعتي كويس، الملح داب جدا معايا. ابتدي بقى املى البرطمان بتاعي. بصوا يا جماعه، اهم خطوه ان انت بعد 5 ايام هتبتدي تفتحي على البرطمانات وتشوفي الحياء بتاعها مظبوط ولا لا، علشان ما يبصش منك. ممكن اصور معاكم يوم ما افتح عليه واوريه لكم، لو انتوا حابين كده. مش حابين خلاص مش هعمل كده. انا شلت برضو ميه من سليق من الميه اللي انا حطيتها دي، شلت منها شويه عشان خاطر لو عوزت ميه البرطمان، لانه ساعات طبعا المخلل بيفور بيطلع ميه. هو بيكب ميه فبتطلع بره على يعني على الرخامه وكده. حطينا على وش كل برطمان شويه زيت، سقيت البرطمانين، حطيت لهم الزيت. احط لهم بقى ايه؟ الليمون اللي اتسلق ده كده. بدل ما تقعدي تعصري في ليمون كتير، لا انت نص كيلو هتسلقيه هيديكي الخلاصه. انت كنت هتعصري لك مثلا عشان تاخدي في مج ولا مجين ليمون، هتعملي لك مثلا بتاع كيلو ليمون معمول. نقلب البرطمان بتاعنا الحلو ده. بصوا يا جماعه، هرس الشطه مع البتاع تحفه، والفلفل هيديله برضو الحدقان بتاعه. نغطي بقى البرطمان ده بكيس كده عشان نحكم ايه؟ الغلق بتاعه. نبتدي ننشف حوالينا عشان هو بيكب الميه بتاعته البرطمان. ونقلب برضو من فوق وتحت كده كل شويه. يعني انت خليكي ايه؟ جنبك على الرخامه، كل شويه رايحه جايه قلبي فيه على طول. التاني ده برضو هحط له كيس عشان الهوا. وطبعا الزيت، طبعا احنا حاطين الزيت ده طبقه عزل عشان الهوا برضو. والليمون المهروس عشان ايه؟ لو في طبقه مثلا بعد الشر في ليمونك حصل لها حاجه، يبقى في وش البرطمان اللي هو الليمون المهري ده اللي مش ايه؟ مش هنحتاجه يعني. شوف انا بقفل، لازم احكم البرطمان حكمه حلوه، يعني لازم يبقى فول حكمته كويسه. هنا بعبي بقى ازازه الميه اللي بقولكوا عليها، بحطها في التلاجة واستخدمها لما اجي ايه؟ اشوف الليمون محتاج ميه، محتاج ملح، محتاج ناقص ملح، زياده ملح، الكلام ده كله. طبعا دول شكلهم، ده البرطمان اللي انا عاملاه في فيديو قبل كده، لو عايزين تشوفوها